تمام. المباراة الزمالك خسر فيها 1-0، كانت صدمة لجمهور الزمالك، لأن الزمالك كان عايز يتصدر ويتربع على عرش الدوري برصيد كان هيكون 46 نقطة. قدر الله ما شاء فعل. لو هنشوف تفاصيل وتحليل الماتش هيبقى قدامنا حاجات كتيرة قوي حصل فيها مشاكل خلال المباراة كشفت مشاكل واضحة جدا في شكل الفريق، مش مجرد خسارة عادية، ده جرس انذار حقيقي لازم الزمالك ومعتمد جمال يحطه في الاعتبار. بداية المباراة كانت سيطرة سلبية للزمالك. الزمالك بدأ المباراة باستحواذ واضح على فكرة، لكن الاستحواذ بدون خطورة فعالية. الفريق كان بيلعب بشكل بطيء جدا، مفيش اختراقات من العمق، والاعتماد كان شبه كامل على الأطراف. إنبي في المقابل لعب بذكاء شديد، تمركز دفاعي قوي، خطوط قريبة من بعض، اعتماد على المرتدات، وده خلى الزمالك يدور حوالين نفسه بدون فرص حقيقية. نقطة التحول المباراة كانت في بداية الشوط الأولاني، كان في ضربة جزاء اتحسبت على الزمالك. كانت اللحظة الحاسمة في المباراة كانت هي فعلا ضربة الجزاء اللي جاب منها إنبي هدف الفوز. اللقطة كشفت مشكلة دفاعية واضحة، سوء تمركز، تأخر في التغطية، وقرار متهور داخل منطقة الجزاء، ما أدي إلى أن الحكم احتسب على الزمالك ضربتين جزاء مش ضربة واحدة دخلت والتانية اتصدت، او بمعنى اصح العارضة كانت رحيمة على جمهور الزمالك، وده كلف الفريق هدف صعب يرجع بعده. الاداء الهجومي كان ازمة حقيقية للزمالك. الزمالك عنده مشكلة كبيرة جدا في الثلث الاخير، مفيش تنوع في الحلول، الكرات العرضية غير مؤثرة بالمرة، غياب لاعب يربط بين الوسط والهجوم، وده اللي كان بيؤدي بالدور بتاع محمد شحاتة، كان غايب عن الماتش. المهاجم كان معزول تماما، ناصر منسي كان معزول تماما، ومفيش دعم من لاعبي الوسط، كمان مفيش تسديدات كافية من خارج المنطقة. أحمد ربيع ما كانش بيعمل التسديدات من بره المنطقة زي ما كان اتعودنا منه إن هو بيعملها، وكان أسلوب عشوائي جدا، وده سهل المهمة على دفاع إنبي بغرابة شديدة. ليه الزمالك خسر؟ الزمالك خسر بسبب كذا عامل. العامل الأولاني كان فيه بطء بناء الهجمة. العامل التاني غياب الإبداع في خط الوسط. التالت ضعف التحولات الهجومية، وده كان من أسباب فشل خطة معتمد جمالي إن هو منزلش شيكو بنزا المباراة. رابع حاجة أخطاء دفاعية فردية. خامس حاجة عدم استغلال الاستحواذ. الزمالك كان ماسك الكورة، لكن إنبي كان أخطر في الهجمات المرتدة، كانوا دايما بيلعبوا على خط محمد إبراهيم لدرجة عملوا شارع اسمه محمد إبراهيم. التغييرات كانت متأخرة شوية بسبب تهور محمد السيد، وتسبب في ضربة جزاء في الشوط الأولاني. تم استبداله بتبديلة غريبة جدا، ودايما احنا نقول محمد السيد تبديلة، وما جابتش الفرق المطلوب من ناحية التغييرات اللي عملها كابتن معتمد جمال. مفيش تغيير في شكل الملعب، نفس الريتم ونفس المشكلة، وده بيوضح ان الأزمة مش في اللاعب، الأزمة في طريقة اللعب نفسها. إنبي كانت مباراة تكتيكية ممتازة باقتدار، لازم ندي إنبي حقه. انضباط دفاعي عالي، استغلال فرص، لعب على أخطاء الزمالك الفردية. فريق عارف يلعب على قد إمكانياته وخرج بنتيجة كبيرة جدا. الخسارة دي مش مجرد 3 نقط ضاعت، دي بتأكد إن الزمالك عنده مشاكل محتاجة حل سريع وجذري. لازم يكون في سرعة في اللعب، حلول هجومية متنوعة، لازم تشوف من بره 18 تعمل كروسات يعتمد عليها راس الحربة على الرأسيات. لازم يبقى في اختراقات من العمق. كل دي حلول تقدر تفكك أي دفاع أو أي فرقة بتعمل زون ديفنس. تنظيم دفاعي المفروض يكون كويس، يكون منضبط أكتر. لو المشاكل دي استمرت المنافسة على الدوري هتبقى صعبة جدا. السؤال يرجع ليك انت كمشاهد وكقاري للكورة ومشجع للكورة، شايف ان ازمة الزمالك في المدرب ولا اللعيبة؟ 2. وايه حل 2 وايه الحل من وجهة نظرك كمشجع؟ اكتب رأيك
في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تحليلات أقوى جاية في السكة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم، ورمضان كريم يا أغلى الناس.